وزير الرياضة ولجان التفتيش لم تجد أي مخالفات على الأهلي في عقود لاعبيه بعد اتهامات سابقة بالتهرب الضريبي. جماهير الأهلي تنتظر التحقيق مع الزمالك وبيراميدز. الأهلي ينفي أي أزمات مع إمام عاشور أو تلقي عروض جديدة لضمه رغم رسالته الغامضة على إنستغرام. الزمالك يدرس رحيل حسام عبد المجيد في يناير إذا استمر في رفض التجديد. رضا سليم ينتظر عرضاً من قطر بعد تعطيله الانتقال لعدة أندية. الأهلي يترقب. خالد فتوحة يواصل الترويج لمفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد رغم نفي رسمي من النادي. رابطة الأندية تقرر إقامة مباراة القمة في نهاية الدور الأول خلال رمضان لأسباب تسويقية. الأهلي غاضب من أحمد حسن بعد استضافته لضيف هاجم النادي بشكل غير لائق. اجتماع منتظر بين محمد يوسف وأحمد عبد القادر لإقناعه بالخروج قبل التجميد. فحوصات جديدة لمروان عطية وإمام عاشور بعد العودة من تونس. الأهلي يسمح بجولة ترفيهية للاعبين في تونس قبل العودة للقاهرة. صفقة وسام أبو علي لكولومبوس تلمت بنسبة 100%. عرض الأخدود السعودي وهمي. الأهلي يخطط لاستفادة مستقبلية من صفقة وسام خاصة إذا عاد للمنطقة العربية. رفض قاطع من الأهلي لرحيل كريم فؤاد في صفقة تبادلية. قد يشمل عبد القادر أو رضا سليم في صفقة أسامة فيصل إذا تمت. لا تحرك جدي لضم أسامة، لكن لو تم بصفقة تبادلية سيكون مرحبا به. رابطة الأندية ستجري قرعة علنية للدور الثاني لتجنب فضيحة قرعة الذكاء الاصطناعي. تحديد مواعيد: نهاية الدور الأول 5 مارس، بداية الجولة الحاسمة 1 أبريل، صراع الهبوط يبدأ 1 مارس. الأهلي يستعد لتوقيع عقد جديد مع أديداس لمدة 5 سنوات ب10 مليون دولار أو أكثر. الأهلي يطمح لتحقيق 2-3 مليار جنيه من الرعاية الجديدة وسط عروض أجنبية قوية. هجوم جماهيري عنيف على فتوح بعد نشر صورته القديمة بالعزف على درامز. اللاعب يغلق إنستغرام. الرجاء المغربي يوجه ضربة للزمالك ويخطف بلال ولد الشيخ. زد يوافق على تقسيط صفقة محمد إسماعيل ويضع غرامات على الزمالك حال التأخير. المنيسي يدافع عن الشناوي ضد الحملة الإعلامية ويشدد أن له حق الانتقاد لا التجريح. تقارير: الأهلي يحاول إنهاء عقد كولر برقم ثابت بدلاً من دفع الراتب الشهري حتى النهاية. رداً على شائعات الإعلام الأبيض، الأهلي ينفي حصول زيزو على نصف مليار ويؤكد أرقاماً معقولة في صفقة وسام. عدل القيعي يطالب بإيقاف القنوات والإعلاميين المروجين للإشاعات ويؤكد أن الأهلي الأشد حرصاً على اللعب المالي النظيف.